اول ما اشتغلت في محطة اوربت الاخوة المشاهدين، صاحب المحطة قال لي كان يوم اسود يوم ما خلفتك، كان يوم نايم بتطير عليك وعلى اللي في البيت، وشك يقطع الخميلة من البيت، جاتك مصيبة وانت شبهي. ما ده حاجة عجيبة، يعني لازم تجيبوا الكلام لنفسيكوا يعني. احنا وصلنا ان الكرة على الخط، وطبعا شايف طلعها بايده، باينه بايده جدا، ادعاء الزملكاويه وعادي جدا بينالتي وعدى، يعني مفيش اي مشكله. مش انت اللي بتجيب لندن ولا مين اللي حصل لك ولا ايه اللي عمل ده؟ شو اكلمك؟ ده انت وصلت يا جدع، والله الف مبروك يا موسى، والله ده انت المفروض ما تقعدش معانا بقى، تروح تقابل الناس اللي جايه من بره دي وتقول لهم على الكلام اللي هم مش عارفينه، والله العظيم. ابو تريكه ليه بينكد علينا؟ ايه الفكره؟ ابو تريكه كل ماتش، النهارده لو مفيش ابو تريكه كانت الدنيا اتغيرت. كان عمرو زكي قدر يعمل حاجه، كان جمال حمزه قدر يعمل حاجه، كان كرول قدر يعمل حاجه. شوف دي الاول ابو تريكه في والهدف. الاسماعيلي مع بعض، وجم مع الاهلي مع بعض، وتاني اسلام وبركات من الناحيه اليمين ويخلصوها حلوه قوي لاسلام الشاطر، واسلام الشاطر جوه داخل ضربه يمين، مخطوط خط، مخطوط خط يا ابو تريكه، مش ممكن، مش ممكن يا جماعه. يا دين النبي الحواجي، انا بعد كده مش هتكلم في الموضوع ده تاني. صديق عجيب، قرب قال لك ايه؟ قال لك شوف يا محترم، اللعبات دي كانت في روما 500 ليره، وكانت في لندن بجنيه استرليني، وكرامه لمهاشم عملناها ب9 مليم. ايه هضع فتاه النار والكهرباء، تحط الكهرباء على دماغها تنور، على صدرها تنور، على اي حته تنور، والطريق اللي خارج والارباط. عارف انا كل يوم انا بدري اقول ضحية من ضحايا ابنك. كانوا مسمينه في الوزارة العقل الالكتروني، شوف دلوقتي عقله بقى حلزوني. هنا البي بي سي، الله هنا البي بي سي، قرص ابن المعلم الزناتي اتهزم يا رجالة. يعني ليه اهلا بيكم وخلاص؟ يعني ايه الجدول المسابقه؟ هنا نقول النادي الاهلي مبروك والتكتيك وكابتن خوزيه وابو تريكه وحاجه كده خلاص. مش هتكلم في موضوع الزمالك ده تاني خالص، انا خدت قرار. وكابتن خوزيه وابو تريكه وحاجه كده خلاص. مش هتكلم في موضوع الزمالك ده تاني خالص، انا خدت قرار انه يعني خلاص، ولكن هظل زملكاوي، محافظ على انتمائي للفانيلا البيضاء، محافظ على الخطين، محافظ على شعوري انه الزمالك نادي جيد، ولكن في النهايه مفيش فايده، والعاقبه عندكم في المسرات، ما تجيلكمش في حاجه وحشه. خدت شيء بيداه وهنيا لك يا فارس يا عصر. الواد منصور ماله؟ ما بيجمعش. ايه ده؟ السلوك اللي عنده دخلت كلها على بعضها، مخه بقى في قفاه وجزمته بقت في دماغه. الف مبروك يا مرة، ده امي بتدعي لك والله العظيم، امي بتحبك وتدعي لك، كل ما بتجيبش مرسي ده يذاكر معاك يا منيل. احنا عملنا حاجه؟ ده والله انا داخل مكسوف منك. يعني كنت قاعد بتفرج في القهوه، وبعدين اول كره الاهلي ضيعها، فقيت القهوه كلها فين اخواننا اللي معانا؟ ايوه. وبعدين ايه؟ جه الزمالك ضيع كره، فقيت عمال حد عامل ايه؟ نشاط عسكريه؟ ايوه يا جماعه، وقرآن زملكاويه. واثنين بعد شويه كده المذيع بتاع الراديو راح واقف على حيله. نعم المخير ايه؟ استنى بس استنى، المذيع ماله؟ وقف على حيله. وانت مش عرفك ان مذيع الراديو يقف على حيله؟ ايه؟ مش عرفك ان مذيع الراديو يقف على حيله؟ ليه الراديو بيعمل كده؟ ايه ده؟ هو الراديو لما يعمل كده يبقى المذيع طبعا مش
مش المذيع ينكمش بالحراره ويتبربر بالبرور. يعني بس مش عارف اعمل ايه. ابو تريكه ليه بينكد علينا؟ ايه الفكره؟ ابو تريكه كل ماتش. النهارده لو ما فيش ابو تريكه كانت الدنيا اتغيرت. كان عمرو زكي قدر يعمل حاجه. يا حرامي يا حرامي. اعمل ايه؟ اهم حاجه تبسط الناس.